شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الله أكبر، الله أكبر. ما أحمدك الله على عبادك، وما أعظم صبرك، وما أطول إمهالك، فإنك يمهل ولا يهين. ولو أنك أخذت المال وأخذت ما بأول الجرم وابتلاء الدين ما تركت على الأرض من أحد أبدا أحسن منك يا رب وكفى، ولكنك غفور رحيم رؤوف كريم. وأنت القائل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. إننا لو تأملنا في واقع كثير من أحوال هذه الأمة اليوم لوجدنا عجبا وهلكنا كمدا، ابتعاد عن دين الله القويم وانحراف عن صراطه المستقيم. الصلوات الخمس عند الكثير تركت، والمحرمات تركت، والزكاة منها، والأمانة منها، والمعاملات كلها، والغنى كالكفى، وأم المعارف والأغاني كالعلى. ولهذا أسباب العذاب قد انعقدت ولا مخرج منها إلا بالعودة إلى دين الله وشرعه. وقد أخرج ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يؤمنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وزوج السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الأكبر من السماء، ولولا البهائم لم ينظروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صدقت يا سيدي يا رسول الله، ولم يكن الأمر متوقفا عن هذا الحق حتى دخل الحرام في المكاتب وفسدت الأعمال والقلوب وأرمت الجرائم والفروع واشتدت الفتن والخطوب وغاب الرشد وطمست البصائر وسيطرت العلم والفضيحة على الضمائر فغرقت سفينة النجاة في بحر الذنوب الصغائر والكبائر وظهر فسد الكذب وشهادة الزور وانتشار الكفر والتطبيل والغرور وعموم الكثرة والسرور وانتشار الأوبئة والأمراض المستقيمة في جسد هذه الأمة كظهور الربا وفاحشة الزنا. وفي الحديث: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أما ماذا نقول عن وقوع الكثيرين في اتباع قنوات مميزة وبرامج مفيدة تدعو إلى الرذيلة وتقتل الفضيلة؟ أما هذه تغضب رب الله، تغضب رب الأرض والسماء؟ أم ماذا نقول عن غفلة الآباء والأمهات عن الأبناء والبنات؟ وماذا عن فتن ومواجع قتل المضاجع فأدى إلى فساد في الأرض وفساد وخلل لا ينجو منه إلا من رحم الله فسجد في هذه الحياة واشتاق للقاء ربه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على هذه السلوكيات الخاطئة حتى اجتاح الأرض أقوالا جوية غريبة وأجواء صبيحية عجيبة، زلازل تكثر وعاصفة تنتشر وبراكين تدمر
انكباس الحرارة تحترق، وذلك دليل وجود فواحش عظيمة ومعاصي جسيمة وذنوب عظام وجرائم وآثام، فيكون نذر بوقوع الحلال والمكان. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها انا ورجل اخر، فقال لها الرجل: يا ام المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت: اجتماع الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمآذن، راح الله جل وعلا في السماء فقال للأرض: تزلزل بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. ألا تتقوا الله يا عباد الله، واحذروا غيرة الله، وإياكم وغضب الله، فإنما تطالعنا في وسائل الأعلام كل يوم من وقوع زلازل وبراكين وخسف وهلاك، له أمر عظيم وكبير، آيات يخوف الله بها عباده، يا عباد فاتقون. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تالله ولله لما يأكرم عند الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تزلزل فيهم الأرض في عهد عمر الزاهد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن قالت لأمساكنكم فيها أبدا. فلا والله أن نرى ونشاهد وقوع الزلازل والبراكين إذا عصي رب العالمين. فالمعاصي يا عباد الله تكلم الموازين وتغير الأوضاع وتؤثر الصفات. أليست في السنوات نرى تهاجم الغبار علينا ومناخ سيء ورياح عاتية وأسيرة آتية؟ فلماذا يا هذا؟ فلماذا هذا يا عباد الله؟ إنه كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فلولا لطف الله ورحمته وحكمه ومغفرته لحصل للناس شديد البلاء وعظيم الداء. فإن سألتم عن سبب هذه الكوارث وتلكم المصائب فالجواب من الله لكم يا عباد الله: قل هو من عند أنفسكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن هذه الأرض التي نعيش عليها من نعم الله الكبرى، فإن الله قد مكننا من هذه الأرض نعيش على ظهرها ونسكن موتانا في باطنها، فليست على الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ألا وإن من رحمته سبحانه أن جعل هذه الأرض ثابتة مستقرة لا تتحرك ولا تضطرب، وألقاها في الجبال وثبتها حتى يتمكن العباد